أكدت الإحصائيات إن في 20,000 حالة اغتصاب بتتم سنويا في مصر، يعني بواقع 1666 حالة اغتصاب شهريا، يعني من 55 ل 56 حالة اغتصاب يوميا. دول اللي بلغوا واشتكوا، ولكن ما خفي كان أعظم. تابعونا وهذا الملف الشائك جدا. مش هقول اسمك زي ما طلبتي وصورتك مش طالعه في البرنامج، لكن كل اللي يهمنا ان احنا نعرف قصتك بالكامل. انت متزوجه؟ لا، انا مطلقه. مطلقه. عندك كام سنه؟ 28 سنه. كنت بقالك قد ايه متزوجه؟ اتجوزت من عندي 17 سنه. 17 سنه، يعني بقالك تقريبا 10 سنين متجوزه. لا، انا مطلقه من سنتين كده، 3. يعني برضو قعدتي معاه فتره طويله. وفي عشره عمر ما بينكم. وطلبتي الخلع. ليه؟ لحاجات كتير. اولا لعدم الاحساس بالامان. ادي 1. 2. كنت انا الراجل. هو الست. بمعنى انا على طول شغاله 24 ساعه بره. شغاله وبعد الظهر وهو قاعد في البيت. يعني انت اللي بتصرفي عليه؟ ومعايا 3 اطفال. وهو كان راضي بالعيشه دي؟ كان راضي. راضي جدا. ما كانش حامل همك؟ ما كانش دايما يقول لك معلش وانت تكفي؟ انا كنت باجي الساعه 2 بالليل من بره، ولا كان بيفكر في يوم من الايام يجي ياخدني حتى. طب سؤال، هو يعني عاجز ان هو يعني يتحرك ويشتغل، ولا ما كانش فيه فرصه، ولا ايه بالظبط؟ ما كانش فيه فرصه. ازاي؟ انت لو هتشوفيه يعمل 3 رجاله. طيب يعني ايه بقى، بيستعبط مثلا؟ الله اعلم. طيب انت كنت بتشتغلي كأم علشان تصرفي على اولادك والحياه تستمر يعني. طيب بس انت يعني طلبتي الخلع لسبب رئيسي جدا، وهو اني خلاص تعبت. من ايه؟ تعبت كل واحد ليه طاقه. تعبت. كمان قله ادب. اهانه. كان بيضربك؟ تشوهات. بمعنى ان هو دلق عليا ميه سخنه. على جسمك؟ ليه؟ عشان تعبت، قلت كفايه حرام. انت عندك بنت عندها 10 سنين؟ عندها 10 سنين. والدها اغتصبها؟ بعد طلاقنا. جه زي كل اب يقول عايز اشوف ولادي. كنت انا في الشغل، جيت من الشغل الصبح، لقيت بنتي جايه حزينه. مالك؟ قالت لي مفيش حاجه يا ماما، عايزه انام جنبك. طيب. لقيتها عينيها مكسوره. في حاجه. انت حسيتي كأم ان في حاجه؟ انا حسيت. لكن حسيتي بحاجه ان هو يعني؟ انا قلت لها السؤال كده دايركت، ما اعرفش طلع مني ازاي. قلت لها ايه؟ قلت لها كنت فين؟ قالت لي انا كنت عند بابا، وكنت بايت عند بابا. وهي بتقول لي انا كنت عند بابا كده، عينيها كانت عايزه تقول حاجه. قلت لها بابا جه ناحيتك. قالت لي اخاف تقولي له يضربني. قلت لها لا احكي. حاولت طبعا احسسها بالامان، احسسها اني انا مش هعمل حاجه. حكيت لي على كل حاجه بالتفصيل. حكيت لك ايه؟ كل حاجه. اللي حصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما اعتقدش ان في بنت تقول الكلام ده. بنت عندها 10 سنين، طفله بريئه، تقول لي كلام ما يتقالش. انا ما اعرفش انطقه. ده ابوها؟ ايوه. هي كده. طب اخواتك كان فين؟ نزلهم يجيب حاجه. نزلهم يجيبوا حاجه عشان ينفرد بيها. ده كان في بيته ولا في بيتك؟ ده لا، احنا مطلقين. هو واخد يعني كان جاي يشوف ولاده اوضه، ولا واخد اوضه في المكان في المنطقه. ف كده. طب يعني هي لما حكت لك انت كأم اتصرفتي ازاي؟ خدتها في حضني. ما قدرتش احسسها باي رعب. هي كانت خايفه طبعا. اكيد. كانت بتعيط؟ عايزه احسسها. اصل مش هبقى انا والموقف. حسست معلش حسيت ان انا بتقطع من جوايا. طبعا.
ما قدرتش اعمل لها حاجه، اخدها في حضني. ما واجهتوش؟ واجهته. قال لك ايه؟ قال لي ما حصلش. ما هو لازم يقول لك ما حصلش. ما حصلش. ما اعتقدش ان في بنت تطلع وتقول الكلام اللي هي قالته والنتيجه اللي هي قالته. انا كشفت عليها، كشفت عليها، بصيت عليها. لقيتيها ايه؟ لقيت في اثار حيوانيه. اثار حيوانيه بمعنى ايه؟ في المكان احنا اثار جنس موجوده. يا ساتر يا رب. طب انت كأم يعني عملتي ايه؟ ما بقتش عارفه اعمل حاجه. اصرخ ولا اعيط ولا ابين لها ان انا بصرخ ولا بعيط. طب هو بيقول ما حصلش، يعني ازاي ما حصلش؟ اصل ازاي ما حصلش؟ والبنت كده ببرود. حتى لو هو ما حصلش منه، فين نخوة الراجل اللي لقى بنته كده؟ كان بياخد حاجه؟ بيتعاطى حاجه؟ لا. يعني هو طبيعي؟ بعيد عنه بقالي كتير. لكن ما سمعتيش او ما شفتيش مره مثلا بيلف سجاره؟ لا، ده هو اساسا مش لاقي ياكل اساسا. انا اللي كنت باكله وبشربه. حتى ما حاولش يشتغل شغلانه ياكل بنفسه. البنت دلوقتي حالتها النفسيه عامله ايه؟ انا بنتي على طول حزينه ساكته. مش طفله. مش سن طفله. مكسوره؟ مش سن طفله. حتى فرحه، في فرح، في عيد، كل يقول لي في مالك بنتك مالها. انت تخيلتي بعد عشرة العمر مع جوزك ان هو ممكن يكون هو اللي عمل ده مع بنته؟ يعني مخك ما راحش لحد تاني؟ ما اعتقدش ان هي هتكذب. ما اعتقدش ان في بنت هترمي التهمه على ابوها. بس انا ما صدقش، او ما صدقش احساسي. يعني حتى لو انت حكيتي لي انا مصدقاكي، لكن انا مش قادره اتخيل اب يعتدي على بنته. مش قادره اتخيلها. يعني انت يعني لاول واحده صدقتي؟ انت تخيلي ان بني ادم ممكن يكهرب الست بتاعته؟ لا. هو عملها. يبقى مش طبيعي. لا، مش طبيعي. لا مش طبيعي، تصرفات مش طبيعيه. لا مش طبيعي. الراجل طالما ياكل ويشرب ويعرف الصح من الغلط ويعرف انه يعرف حاجات كتير، ما تقوليش مش طبيعي. ما نعلقش اخطائنا على مش طبيعي. يعني انت شايفه ان كان طبيعي ان الراجل يكهرب مراته ويضرب عليها ويرمي عليها ميه نار ويشوهها ويعتدي على بنته، يبقى ده بني ادم طبيعي؟ لما تقول له ان هي خلاص زهقت منه وخلاص النعمه اللي هي معيشاها فيها مش عايزاه، يمشي بعيد عنها. مين اللي قالت له؟ انت اللي قلت له انا زهقت منك؟ تعبتي. عفوا، يعني كان بيقوم بدوره كزوج؟ ايه؟ كان بيقوم بدوره كزوج؟ كان في شغلانه، راجل مرتاح. اللي بيشتغل دول الراجل الطبيعي اللي بيشتغل وبيتعب وبيجي من بره ممكن بيلاقي فيه وقت. انما ده راجل جبله، اكل وراحه، محتاجه يبقى شغلانته ايه؟ يعني كان بيحب الموضوع ده؟ كان بيحبه؟ باراده او بالغصب. كان بيغصب عليكي احيانا؟ باراده او بالغصب. طيب انت دلوقتي يعني وديتي بنتك لدكتور علشان تشوفي اخبار غشاء البقره ايه؟ لا، ما وديتهاش. ليه كده؟ رحت بنتي فين؟ قال الدكتور انا جايه لك بنتي، شوفها لي بنت عندها 10 سنين، شوفها لي اخبارها. طب ما الدكتور هيمسك فيا يقول لي لا تعالي ايه اللي حصل؟ وهتبقى فضيحه للبنت. انت خايفه على البنت من الفضيحه؟ طبعا. طب انا عايزه اسال، طب يعني هتسيبيها كده؟ ايه؟ هتسيبيها كده من غير ما تكشفي عليها، من غير ما تشوفي هل هي جات لها الدوره الشهريه ولا لسه؟ عندها 10 سنين بقول لحضرتك. ما هو ممكن تجي لها وهي عندها 9 سنين عادي. ما جاتش، يعني هي لسه صغيره، ما بلغتش يعني. لا. طيب ما فكرتيش انك انت مثلا تطمئني عليها كأم، توديها للدكتور بصرف النظر، يعني هي مش الهدف الفضيحه، الهدف ان انت عايزه تطمني عليها كأم؟ ماشي، هتروح اقول للدكتور ايه؟ انا جايبه لك بنتي عندها 10 سنين، شوفها لي مدام ولا انسه. بنتك بقى يعني حاليا دلوقتي هل الموضوع ده لسه بيطاردها ولا انت بتحاولي تخففي عنها ونسيته؟ بحاول اخفف عليها ازاي؟ يعني هي كل شويه بتنسى وترجع لك تاني تتكلم معاكي؟ لا. ما بتحاولش تتكلم معايا، بس انا بشوفه في عينيها. عينيها مكسوره مش كده؟ الموضوع ده بقى له قد ايه؟ ما كملش 3 شهور. وهي طبعا في المدرسه؟ سنه ايه؟ 3. عندها امتحانات؟ اكيد.